واقعتنا اللي هنتكلم فيها النهارده حصلت في الهرم. بنت عندها 17 سنة اسمها نيفين، ومعاها قريبتها اسمها عدن 25 سنة، ومعاهم غسان 19 سنة أخو واحدة فيهم، والبنت التانية تبقى بنت خاله. خارجين من الشغل في وقت متأخر، وتعالوا نشوف ايه اللي حصل له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما سمعنا كده التلاتة دول كانوا خارجين وماشيين، خلصوا شغلهم وماشيين بس في وقت متأخر من الليل. وفي الشتاء كلنا عارفين طبعا الناس بتبقى متدفية ونايمة في بيوتها، والجو يبقى هادي عن الصيف اللي الناس كلها في الشوارع والدنيا كلها بتبقاش المحلات مفتوحة للصبح، غير الشتاء خالص. فهم ماشيين في وقت متأخر، وقفوا توك توك علشان خاطر يروحوا بسرعة. وطبعا كلنا عارفين التوك توك زي ما ليه مميزاته ان هو بيوصل بسرعة ويخش زوايات وحواري ويوصلك مكان قدام بيتك بالظبط، ولكن للأسف عيوبه برضو كتير. دايما بنسمع عن بلاوي بتحصل من التكاتك. اي نعم مش كل التكاتك، ولكن للأسف بنسمع عن بلاوي كتير بتحصل من التكاتك. ركبوا التوك توك عشان خاطر يروحوا، والسواق سايق وماشي عادي، ومرة واحدة لقى توك توك تاني جاي في وشه، راح موقفه وفي 5 تنفار. انتوا رايحين فين؟ انا راح اوصلهم. لا نزلهم. هو خد بقى انزلوا. خاف لا ياخدوا منه التوك توك او يضربوه، وخد بعضه وجري وساب لهم البنتين والشاب ده اللي هو غسان اللي عنده 19 سنه. لسه بيتكلم معاهم عايزين ايه؟ ده احنا مروحين بيتنا في ايه؟ مسكوه ضربوه، كسعموهم للضرب. ضرب فيه ال5. طبعا هيقدر عليهم ازاي؟ ولكن للاسف هو خد بعضه وهرب لان هم 5. اي نعم اخته فيهم، وكان هرب. لما خد بعضه وجري، بس هو طلع على الاسم. البنتين هم خدوا بقى البنتين ال5 دول، خدوا البنتين وراحوا طلعوا فيها على احدى العقارات، عقار من العقارات. والعقار ده ساكن فيه واحد من ال5، بس طلعهم على فوق السطح. بقى ال5 طلعوا على فوق السطح بالبنتين. وللاسف ايوه عملوا اللي حضراتكم فاهمينه كله. ايوه في البنتين اللي 17 سنه وال25 سنه. ايه ده؟ ليه ده كله؟ ليه؟ ترضاها لامك ولا اختك؟ لا ما فيش كلام من ده. هم عندهم خلص ياض يلا. بعد ما خلصوا تمام التمام، يلا بقى روحوا. بدل ما نعمل فيكم اكتر من كده كمان، ما كان ممكن نموتوهم على فكره، ولكن الحمد لله ان هي خلصت على كده. والبنتين خدوا بعضهم ومشوا ونزلوا وجريوا، ولكن طلعوا على الاسم ودخلوا على طول على رئيس المباحث. عايزين رئيس المباحث الحقنا اللي حصل لنا. حصل ايه؟ حصل كذا كذا كذا. وراحوا لقوا غسان هناك، طبعا كان واقف على يعني داخل عشان خاطر يعمل المحضر. وطبعا غسان بقى يحكي وهم بقى يحكوا اللي حصل لهم كله. وفي خلال ساعات معدودة كان طبعا رئيس المباحث كثف جهوده للقبض على ال5 دول، وتم القبض عليهم. وتعارضوا كده ووقفوا صف قدام البنتين وقدام غسان. هم دول اللي عملوا فيكم كده؟ ايوه هم دول اللي ضربوني. ايوه هم دول البنتين، هم دول اللي عملوا فينا كذا وعملوا كذا. وطبعا دول ال4 دول مصيرهم هيبقى الاعدام. ليه؟ لان فيهم بنت قاصر. وبعدين للاسف الشديد ان البنتين والولد دوت من احدى الدول الافريقيه، يعني هم ضيوف. وحتى الولد اللي احنا ضيوف عندكم، لكن ما فيش عندهم كلام من ده. هم لو كانوا لقوا بنتين، اي بنتين مش مشكله عندهم الدوله، وما عندهم اهم حاجه عندهم لقوا بنتين وخلاص، ومعاهم شاب مش مشكله يتضرب وهم ياخدوا البنتين وخلاص. والعياذ بالله بقى شاربين ايه مش شاربين ايه. في ناس مخها كده خلاص. مفيش حاجه بقى اسمها لو امك ولو اختك ترضى لهم كده. لا مفيش كلام من ده عندهم. هو لو واحد فيهم يعني يتخيل كده ان وقف اختك ولا وقف امك وخدوها طلعوها فوق سطح، هترضى انت؟ واحد من ال5 كده، انتوا ال5 ها، لو خدوا ام اي حد فيكم كده وطلعها فوق سطح، ولا خدوا اختك وطلعها فوق سطح وعمل فيها كده، هترضى؟ طب ترضى كده ليه لاولاد الناس؟ هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.